واش صرا فيهم في العشرية السوداء؟ الحمد لله اللي رانا عايشين في ذا الوقت، لأنه آبائنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا عاشوا في التسعينات في وقت العشرية السوداء. الحمد لله على الجزائر الذي أعطتنا الأمان والسلم والأمن. اليوم راح نحكي لكم قصة تاع متابعة بلسان أمها. هذه المتابعة تحكي لنا في المغامرات اللي عاشتها أمها. قبل ما نبداو القصة ديروا جيم وكومونتير وابوني، أنا ندير كوبا قهوة وبسم الله نبدأ. تحكي هذه المتابعة وتقول: أنا من الشرق الجزائري، راني راح نحكي لكم القصة تاع أمي واش صرا لها في العشرية السوداء. بسم الله نبدأ. المتابعة تحكي هذه القصة بلسان أمها. تقول أمي: في ليلة من الليالي سنة 1994 كنا راقدين في أمان الله، أنا والزوجة تاعي وزوج كورة، حتى سمعنا خبيط في الباب. ناض الزوج تاعي وقال لي: قيل راهم جاو عندنا هذوك اللي ما يتسمعوش. قال لي: مهما يصرى تموتي وما يديوكش. هكا شويه حبس الخبيط وتكالمات الحاله. المهم عشنا ليله رعب حتى اللي طلع النهار. الصباح كي خرجنا لقينا اثار عند الكراج تاع الخرفان، زوايل كيما نقولوا لهم احنا في التياد. كان في ذاك الوقت مول الشي يجيب لنا الخرفان في النهار نصحوا بهم، وفي العشيه يديهم، ما يخليهمش يباتوا بالكراج. الناس كانت تخاف على رزقها في ذاك الوقت، وكان ما كانش الامان. الزوجه تقول: راجلي حكى المولشي واش صرا في ديك الليله، ومولشي قال له: ما تخافوش. فاتت هذيك السمانه كل يوم نسمعوا: فلان ذبحوه وفلان خطفوه وداو العزبات من دار فلان. في يوم من الايام كنا نتفرجوا في التلفزيون، حتى شفنا الخيط تاع التلفزيون طار كي شغل واحد جبدو، بدا الخبيط في الباب البراني. وهي تقول: حنا سكتنا وكي شغل ما كان والو، ما كان حتى واحد في ذاك الدار. حتى نقز واحد في الحوش وبدا يطبطب من الباب تاع الحوش، وبدا يقول: حلوا ولا نكسر الباب. وتقول: ناض الزوج تاعي وحل الباب ودخلوا كي الاكراد، وكانوا خمسه. قالوا الراجلي: علاش ما بغيتش تحل علينا الباب؟ قال لهم: ما سمعتكمش، كنا راقدين. وشافوا لاتيلي وكسروه، قالوا لنا راكم تتبعوا في الطوغات. ومن بعد واحد من دوك الخمسة حكم ولدي الصغير وحط له السيف على رقبته، وقالوا الراجلي: راه جانا خبر باللي انت بطال وزوالي. قالوا له: الخرفان اللي راك سارح بهم تاع فلان. قالوا له: نعطوا لك زوج كلمات، نهار يجيك مول الشي تعيط لنا نجو ندو دوك الخرفان، وحنا رانا خاوتكم ونجاهدوا في سبيل الله. قالوا له: عندك 3 ايام في يدك، شوف كيفاش تخليهم عندك، دبر راسك. وقالوا له: الا ما بغيتش نعتبروك عدو لينا ونصفيوها ذروك. وقالت الزوجة: واحد زير على وليدي، راجلي حكمته الخلعة، حتى قال لهم: خلاص خلاص خلوها عليا. وفركتوا الدار كامل يفتشوا على المؤونة، وقالوا لنا: هادو حق خاوتكم المجاهدين. تقول الزوجة: ومن بعد خرجوا أنا نط نندب ونخبط في روحي. وقالت له: يا راجل علاه ما قلت لهمش؟ ما نقدرش، راك حصلت روحك وحصلتنا معاك. وخزرت ليها الزوج، قال لها: وقيلا كي حاب نقول لهم لا لا باش يكملوا علينا فما. المهم الحق الصباح وجا مول الشي، حكى له الزوج وقال له: ها واش صار، ها واش صار، ها واش صار. قال له: ما كان له تزيد تجيب لي الرزق تاعك، لخاطر راهم رايحين يديوهم. مول الشي تقلق وزعف وعطى الراجل امانه. قال له: انا مانيش راح نخرجك من الدار، بصح هاك هذه الامانه وروح اقضي الاولاد، وإلا عندك وين تروح ماذا بيك روح بعد على هذه المنطقه. قال له: كاش ما يديروا لك ثاني، لخاطر هادو ما فيهمش قرام رحمه. وزيد في ذاك الوقت الناس كامل نفسي نفسي، يحسن العون لا خدمة والفقر وزيد وزيد وزيد. المهم فاتوا يومين والحق اليوم الثالث، جاو هذوك العباد اللي ما يتسماوش يدققوا ويعيطوا: يا سي احمد، يا سي احمد. حل عليهم وقالوا له: سلام، وين راهي الامانه؟ رانا طلينا في الكراج وما لقينا والو، وقيلا راك تحوس تولي عدو. قال لهم: انا خاطيني، مول الشي راه عنده يومين ما جابهمش. وكي قلت لمول الشي قال لي: الحاله راهي ما تعجبش، خلي هذو اليامات ما نجيبهم لكش. قال لهم: وقيلا راه كاين واحد منكم راه يخدم معاه وراه يلحق له في الاخبار، روحوا سقسيوه، دوك يقول لكم عندي يومين ما جبتهمش. ناض واحد من هذوك اللي ما يتسماوش وحط له الموس على رقبته. قال له: راك تتمسخر بينا، دوك نعت لك اللعب. حتى انطق واحد فيهم وقال له: قال له صح اللي راه يقول فيه، عنده يومين ما صرحش بيهم. الزوجه من العياط تاع راجلها خرجت تجري مخلوعه، نحت مناقشها وعطاتو لهم وتحاول فيهم باش يطلقوه. ومن بعد داروا رواحهم باللي فيهم الرحمه. كي شغل غضناهم قال لي: احكمي صوالحك وادخلي للدار.
وقال لراجلي راك منعت من الذبيحة، كيعود الزوالي والناس شاهدة عليك، بصح الكلب تاع المعلم تاعك ماهوش راح يمنع. المهم راحوا وتقول أنا الدم نشف في ركايبي. ولادي حكمتهم الخلعة وراجلي كان حاكم راسو. هذيك الليلة فاتت علينا ليلة كحلة. فاتت هذيك السمانة وكل يوم نقولوا اليوم يجوا يقتلونا، وربي سبحانه شاف الوليدات هذوك وما حبش يتمهم، والحالة كل يوم تتزير أكثر. يا حليل الزوالي، الناس كانت تموت، الهضرة في بعضهم، الحية كل يوم تتزير. واحد النهار نسمعوا في الرصاص في الفيرما اللي حدا الدوار، بصح ما كاش اللي يتجرأ ويروح يشوف، ما كاش اللي عنده تليفون باش يعيط للشرطة، بحكم حنا كنا نسكنوا في منطقة جبلية. بس الليلة ذيك وحنا بايتين حيين، حتى مع الفجر نسمعوا في الناس تقول الله أكبر، الله أكبر. خرجنا قالوا صدموا على عمي حميد في الفيرما، ربي يرحمه. كي شافهم بدا يتيري عليهم، كانت عندهم كحلة، بصح هما كانوا بزاف، ذبحوه هو ووليدو وداو المال اللي عنده وداو الزوجة تاعو والبنت تاعها. الدوار تقلب في هذيك البيريود، لو رحل اللي عنده فاميليا في المدينة راح، الزواولة هذوك اللي ربي يعلم بيهم كل واحد يستنى في دارته وخلاص، كل واحد يستنى وين تيجيو يقتلوه. العباد كانت عايشة بالخلايا. في صباح من الصباحات لقى راجلي بريا عند الباب وما فهمش منين جاتو، كاتبين فيها وجد روحك بيك بولادك بدوزانك، الليلة يجوا يطلعوك تجاهد مع خاوتك، وإلا عارضتهم راح يكون عقابك شديد. راجلي قال لي اليوم لازم نخرجوا من هذا الدوار. جارنا كانت عنده طوموبيل جابها وجا، تقول ركبنا في ديك السيارة وما عدناش حتى وين نروحوا، ودموعي وديان. همنا الوحيد نخرجوا من هذاك الدوار. رحنا عند مولشي اللي في القرية اللي تحت الدوار وحكينا له كل شيء. مسكين كثر خيره، هزنا في داره الليلة هذيك. وغدوة أنا وصلني راجلي لدار بابا في عنابة، وهو راح لدار باباه. وبعد يامات جداني قال لي مولشي راه كرينا دار. وبعد يامات سمعنا ولد مولشي خطفوه، وتقلبت القرية في هذيك المدة. بعد أيام سمعنا مولشي ذبحوه وعلقوا راسه عند الجراج تاع دارو. وتقول خلعونا وبكاونا وربي ياخذ فيهم الحق. تقول هذه المرأة أنا حكيت لكم شوية من اللي صار في ذاك الوقت، وربي يرحم شهداءنا الأبرار. كان معكم عبد الكافي، ما تنساوش تصلوا على الرسول، لايك ومتابعة، وقولوا لي في لي كومونتير إلا نكثر لكم من هذه القصص. سلام.